هقول لك على حاجة ممكن تكون غريبة شوية. الدولار مش بيقع، بس لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا. دور الدولار في النظام المالي العالمي بيتغير. زمان الدولار كان شبه الاختيار الوحيد في التجارة والاستثمار في العالم كله. النهاردة بقى واحد من اختيارات موجودة كتير. شفنا عملات في الأسواق الناشئة عملت أداء حلو جدا قدام الدولار خلال السنتين اللي فاتوا، زي مثلا الريال البرازيلي والراند الجنوب أفريقي والبيزو المكسيكي. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، فين بقى الجنيه المصري من الصورة دي؟ الجنيه عمل أداء حلو جدا قدام الدولار خلال برضو السنتين اللي فاتوا، بس وضعه مختلف شوية. في 2026 الجنيه المصري هيتحرك في نطاق استقرار نسبي ما بين ال 45 لل 47 ونص، وده مش أنا بس اللي بقوله، ده اقتصاديين كتير جدا في مصر وبره مصر بيتكلموا تقريبا في نفس الرينج. بس مش عايزين ننسى ان الكلام ده حصل بعد سلسلة انخفاضات كبيرة جدا حصلت في الفترة ما بين 2022 لحد 2024، وده معناه ان الجنيه المصري مش من ضمن العملات اللي هتدخل موجة صعود عالمية قوية. بس خد بالك ان هو في نفس الوقت الجنيه المصري خرج من مرحلة الانزلاق السريع اللي كان فيها خلال السنتين اللي احنا بنقول عليهم، ودخل مرحلة توازن واستقرار نسبي زي ما بقول. بدون بقى تحديد العملات، كل العملات بقى اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعة الأسواق الناشئة وغيرها استفادت من صادرات ضخمة وتدفقات استثمارية قوية جدا. ومن ناحية السياسة النقدية، مصر استفادت جدا خلال الفترة الأخيرة من سياسات أسعار الصرف المرنة وضبط السوق بتاع النقد الأجنبي بشكل عام. الخلاصة اللي أنا عايز أقولها لك يا صديقي إن احنا داخلين على عصر مش هيبقى فيه عملة واحدة بس هي اللي مسيطرة، مع توقعات إن النظام المالي العالمي بيتغير وبس كده.